ليه الناس بتكره الرياضيات؟ في الحقيقة أنا أحسن واحد يجاوبك على السؤال ده، أنا واحد اتخرجت من هندسة اتصالات ومفيش كورس رياضة ما عداش عليا، ولو أنت كرهت الرياضة في حياتك مرة أنا كرهتها 1000 مرة، كل مرة كان يبقى عليا فاينل ولا ميد ترم ولا حتى كويز وأنا قاعد سهران بذاكر كنت بقعد أسأل نفسي هو إيه فايدة الكلام ده؟ مشكلة الرياضيات إنها علم مجرد، أنت قاعد تتعامل مع إكس وواي وساين وكوزاين ودوال كتير جدا عمالة تتجمع وتتضرب وأنت مش فاهم إيه اللي بيحصل، الفكرة كلها إنك تعرف تظبط الحاجات دي كلها وتطلع معادلة بتوصف تطبيق موجود في أرض الواقع، يعني مثلا لو أنا عندي مفاعل نووي هل هفضل كل شويه اقعد اجرب واشوف هينفجر ولا لا ونشوي بقى الكوكب ونخليه ويل دان، ولا المفروض يبقى عندي معادلات موجوده على الورق من خلالها اقدر احسب الارقام واعرف انا هنفذ الحاجه دي ولا لا؟ خليني اقول لك ان النظريه العامه بتاعت اينشتاين اللي بتوصف حركه الكون كله كانت عباره عن معادلات على الورق، ومحدش اكتشف اي دليل واقعي على صحتها الا بعد ما اينشتاين نفسه مات، وده بيوريك فايده الرياضيات انك لو قدرت تفهمها وتستخدمها صح هتخليك تكتشف حاجات بعيده عنك بسنين ضوئيه من وانت قاعد في مكانك.